أهلا بيكي في ليفل الوحش بتاع الطفولة، سن ال3 سنين، سن الاعتماد على النفس والآراء الكتيرة والاستقلالية. الموضوع دوت أكبر من إن أنا أغطيه في فيديو واحد، بس في شوية حاجات محتاجين نتكلم فيهم. أولا هو الحدود. هل الحدود بتتحط قبل ما بنقعد على سفرة الطعام وبناكل مع بعض؟ تاني حاجة، لما بيعملوا سلوك غلط هل احنا بنعمل رياكشن كبير انت دلقت المية؟ تالت حاجة، لما المية بتدلق على الأرض احنا اللي بننضفها ولا هما بيشاركوا في التنظيف؟ رابع حاجة، لما السلوك بيتعاد تاني بنعمل ايه؟ وأخيرا، هل الطفل بيعمل سلوك سلبي ولا هو بيحاول يستكشف العالم اللي حواليه؟ ولو بيحاول يستكشف العالم اللي حواليه ممكن نساعده ازاي؟ يعني بدل ما يدلق كوباية المية على الترابيزة ممكن ناخده في البانيو ونقول له اتفضل اهي كوباية واهي المية، العب فيها شوية، ونعمل تايمر ونقول له لمدة 10 دقايق انت ممكن تقعد تلعب في البانيو بالمية. الطفل في السن دوت بيحاول يفهم نظرية مهمة جدا اسمها cause and effect او نظرية السبب والنتيجة. انا لما بعمل 1 2 بيحصل. انا لما بدلق المية على الترابيزة الجاذبية بتنزلها على الارض، بدأ يكتشف الجاذبية. فمهم جدا ان احنا نديله وسيلة ان هو يكتشف بيها الاكتشاف اللي هو بيحاول يوصل له، بس تكون بعيد عن ترابيزة الاكل وفي الحدود اللي انا حطها له.